الفشل. ناس كتير فشلت وهي بتحاول توصل لحلم عايزة تحققه. جزء منهم بعد الفشل وصل لليأس ووقف مكانه. الفشل في المحاولة جزء لا يتجزأ من الحياة. طبعا ساعتها هتحس بخيبة الأمل والإحباط، إنما اللي هيفرق معاك ساعتها ويحدد شخصيتك هو اختيارك. هتكمل طريقك وتحاول تاني، ولا هتقف وتقول حلو قوي كده مش لاعب؟ أنا معاك إنه ممكن يكون الفشل إحساس قاسي وصعب، إنما ما نقدرش ننكر إنه درس وفرصة تانية نبدأ منها. بس نبدأ تاني من غير الغلطات اللي وقعنا فيها. مش مهم إنك تفشل مرة أو 2 أو حتى 3، المهم إنك ما تبقاش فقدت الثقة في نفسك. فشلت في تجربة، إيه المشكلة؟ اعتبر نفسك اتكعبلت وانت ماشي في أي حاجة. وقعت مثلا وانت رايح مشوار، قوم ونفض هدوء وكمل ولا أكن حاجة حصلت. أقول لك على حاجة كمان، ابتسم وتخيل منظرك وانت بتقع واضحك. افرم اليأس لأنه عدوك رقم 1. غير ترتيب خطواتك، ولو احتجت المساعدة من اللي حواليك مش عيب، ما تتكسفش. دور على أصحاب الخبرة واطلب رأيهم ومشورتهم، أكيد هيفيدوك. اشرح أفكارك لأصحابك وعيلتك، هيدعموك وهيدولك طاقة إيجابية. الطاقة دي هتكون محتاجها جدا في مشوارك وطريقك. اعمل أي حاجة وكل حاجة تخليك بعيد عن فكرة الاستسلام، واعتبر الفشل اللي حصل لك ده فرصة تانية للنجاح. اعتبره حافز انك تنجح وما تقعش فيه تاني. احفظ طعمه كويس قوي، وافتكر دايما انك مش عايز تدوقه تاني. اللي اعرفه وكل الناس بتعترف بيه ان النجاح بيكون بعد الامتحان، مش اللي حصل لنا بتفاصيله قبل الامتحان. احنا دايما يهمنا النتيجة، ما يهمناش تفاصيل حدوث النتيجة. لو النجاح اللي انت هتنجحه هيكون قبله مرات فشل كتيرة، مش مهم. المهم فعلا انك تكون ناجح.